امتى محمد فراج بينور وامتى محمد فراج بيبقى اداؤه عادي يمشي. الحقيقه ان محمد فراج اللي عايز يشوف اداؤه بجد بيشوفه لما يعمل شخصيه مركبه، شخصيه صعبه، شخصيه ليها اصول، من نشأة بسيطه او متوسطه، ويقدر انه يشتغل على الجانب النفسي والعمق بتاع الشخصيه كويس قوي. لكن اداء محمد فراج بينزل الكيرف بتاعه جدا، وانا مش هطبل ومش هقول ان اداء محمد فراج في كتالوج كان رائع وخطير وما حصلش. انا شايفه ان اداء محمد فراج انه ما كانش لايق اصلا على الشخصيه. التركيبه الاجتماعيه للشخصيه اللي كانت في كتالوج مختلفه تماما عن التركيبه الاجتماعيه اللي عملها في ورد وشوكولاته، وبالتالي ده مش عيب في محمد فراج، هو كل واحد بيليق على الشخصيه. يعني مثلا زي ما كان منى زكي نفسها قالت لاحمد حلمي انت مش لايق على الدور بتاع عسل اسود لان الانجليش بتاعك مش هيبقى لايق، مش هيبقى احسن حاجه. اللي شال الفيلم بتاع عسل اسود مش لان كلامها كان غلط، لا، هو الفيلم نجح برغم ان ملاحظتها في محلها، لكن نجح بناء على مقومات تانية خالص اللي هي احمد حلمي، الكوميديا بتاعته، خفة ظله، المواقف اللي كانت مكتوبة. وبالتالي ده مش عيب في الممثل ولا عيب في الشخصية، لا، هو بيبقى الشخصية راكبة اكتر على ايه. محمد فراج في ورد وشوكولاته وكتالوج الاداء مختلف تماما. في كتالوج اداء امريكاني مفتعل جدا، مواقف محفوظه كلاشيه، كلنا عارفين رد الفعل، النرفزه الاوفر، التشنج اللي مش لذيذ. لا، ما عجبنيش في كتالوج، بالرغم ان الكلام ده ممكن ناس كتير تقول لا ده كان هايل، ده كان فظيع، ده كان جميل، لكن شايفة ان اللي كان جميل هو الكتابة، فهو أدى الكتابة. لكن امتى بقى هو نور لما الشخصية تقرب من مجتمع هو شاف، ونور قوي في ورد وشوكولاته. عمق نفسي، مسك القاتل وانفعالاته وردود افعاله، ردود افعاله وهو رايح لاخته، والمشهد الرائع اللي كان عامله مع اخته لما رجع تاني بعد ما لف اللفه بتاعته ورجع تاني لاصله بجلابيه والده اللي كان نايم فيها على السرير عشان يستخبى، وكل اللي همه ان هو برضه يحافظ على صورته، وان اتقال عليه ايه وقال عليه ايه. ازاي هو عمل الاحاسيس بتاعته دي بالصدق ده، احاسيسه هو بيعيط هو بيبكي بجد، مش احاسيس امريكاني. علشان كده بقارنه بادائه في كتالوج. وبالتالي ان الممثل مش معناها ان هو يبقى نمطي، ولكن الشخصيه لازم يكون هو ماسكها ولامس احاسيسها وعارف هو بيعمل الشخصيه دي بتتصرف ازاي، كلام لايق عليه. وده مش غلط وده مش نمط، لان النجم الكبير الزعيم عادل امام مثلا من كان بيعمل شخصيات مختلفه وادوار مختلفه، ولكن هو طالع من اصول معينه. الفنان الكبير احمد زكي مش ارستقراط، وحتى لما طلع وزير هو طلع وزير بالصدفه، فده مش غلط في الشخصيه او ان ده عيب في الشخصيه، لا، هو كل واحد يقدر يملك الشخصيه من جزء معين ويقدر يتحكم فيها من تون معين نتيجة خلفيات معينة ومعايشة. فأنا شايفة إن الأداء محمد فراج في ورد وشوكولاتة كان صادق جدا، وصل فيها لأعلى جودة للأداء اللي كان ممكن إن هو يأديها أي ممثل من انفعالاته صادقة حقيقي، مش فيك ومش أمريكان.